الآن كلمة للدكتور سعيد الجريسي. الحمد لله البديع صنعه الحكيم وضعه القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصلاة وسلاما على سيد الخلق سيدنا محمد ما حال حول وعد عيد. أيها الأخوة مشايخ وأعيان وحضور هذا الملتقى، محييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا عساني أن أقول إلا رسالة من أخي وشقيقي الشيخ عيد بن عريثة بن عبد الرحمن الجريسي، شيخ قبيلة الجرسة من جهينة ورئيس قرية عين حسن، يبلغكم السلام. وكان بودي الحضور ها هنا وأنا لا أسد عنه بابا، لكني لعلي أسد جزءا من ذلك. ما عليكم زود. نحن في هذا الملتقى ندعو من الأعماق حقيقة لمن نظم وساهم وجهز واتصل وأصر، فجزاه الله خيرا. من قال لأخيه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فجزاكم الله خيرا جميعا أيها المستضيفون لنا في هذه الليلة من مكة ومن جدة، والأخ سعود بن فريدة الجهني الذي لم يبخل في التواصل والتعزيز للم شامل هذا الملتقى. لا يفوتني إلا أن إن لم أذكر المشايخ اسما فلهم في القلب رسم، فليعذرني الجميع لأن الجميع كرام، فعذرا لمن لم أذكر اسمه، لكننا في هذه الليلة في بوتقة واحدة في تعارف أخوي بعيد عن المزايدات أن هذا موقع هنا ولا ذاك موقع هنا. إخواني في هذا اليوم المبارك لعلنا نسخر هذا الملتقى كما وجه ولاة أمرنا في هذه البلاد الغالية المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو نائبيه الكرام حفظ الله الجميع، أن يكون ركيزة للحمة الوطنية في بلادنا الغالية. هذه الركائز هي عبارة عن مجتمع مكون من أسر، والأسر مكونين من أفراد، فها نحن نلتقي كجزء من بلادنا الغالية. نسأل الله أن يحفظ لبلادنا الأمن والاستقرار والرخاء في ظل هذه الحكومة الرشيدة. أنا لا أريد أن أطول ولا أريد أن أستأثر في الحديث، لكنني محب، وبعد ما أتيحت لنا الفرصة أقول للأخوة المنظمون لهذا الملتقى جزاكم الله خيرا، أتحتوا لنا فرصة ولسنا نحن أكثر منكم، أكثر من الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.